السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدكم مع برنامجكم المحبوب فتح مخك. وقبل ما نقول أسئلتنا نصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أحباب سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فلنبدأ الأسئلة. ما اسم المعركة المشهورة التي هزم فيها قائد المغول هولاكو على يد المماليك بقيادة السلطان سيف الدين قطز؟ الإجابة: المعركة هي عين جالوت، وفيها انتصر المماليك على المغول. ما لقب الذي كان يطلق على الصحابي الجليل أبو عبيدة بن الجراح؟ الإجابة: اللقب هو أمين الأمة، وذلك لأنه كان يتصف ويتميز بالأمانة. ما اسم الصحابي الجليل الذي أشار على النبي بحفر الخندق في غزوة الخندق؟ الإجابة: هو سليمان الفارسي رضي الله عنه. ما الفرق بين غار حراء وغار ثور، وما وجه الشبه بينهم؟ الإجابة: غار حراء كان يتعبد فيه رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، ونزل عليه الوحي فيه. أما غار ثور فهو الغار الذي اختبأ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم برفقته أبا بكر الصديق عندما هاجر من مكة إلى المدينة، وكلاهما غار حراء وغار ثور في مكة المكرمة. كم كان عمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما توفى؟ الإجابة: كان عمره 63 عاما. انتهت الأسئلة. أشكركم على حسن استماعكم، ولكم مني وافر الاحترام. كانت معكم الشاعرة والأديبة سوسن النجار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.